تأكد صحة موقفك. دي حاجة. تاني حاجة، ربما الزمالك اتدخل في التوقيت ده، حس ان ببساطة كده ايه، ان في ضغط على اللجنة الأولمبية، وفي لود على اللجنة الأولمبية، وان الامور كلها ضغط ان الماتش يتم اعادته، وان النتيجه القرار ما يفضلش على ما هو عليه. ده اللي خلى نادي الزمالك ربما يطلع البيان دلوقتي، اللي انا بسجل موقفي وبسجل اعتراضي من دلوقتي، ان انا متحفظ بحقوقي والقرار اللي طلع من رابطه الانديه. بعد خد بالك بقى، بعد تصريحات باشمهندس ياسر ادريس امبارح. يعني البيان النهارده ما هوش صدفه، لا. خلي بالك، عايز اقول لك مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. ناس بتقول لك ما هي المستندات اللي موجودة مع النادي الاهلي؟ هل الاهلي ايه المستندات اللي معاه؟ هل النادي الاهلي معاه بس فقط الخطاب اللي بعتته رابطة الاندية لاتحاد الكورة؟ عايز اقول لك مفاجأة كبيرة ليك يا هاني انت وعامر. اتفضل يا كابتن. المفاجأة ان نادي الاهلي معاه مستندات وتسجيلات. نادي الاهلي معاه مستندات وتسجيلات لما حدث بشأن وموقف مباراة القمة. تسجيلات بينه وما بين جهات يعني كروية، يعني عشان بس ما حدش رابطة الأندية، اتحاد الكورة، بالظبط كده. اتفضل يا هاني. بس هقول لك يا كابتن، هل التسجيلات دي معتد بها؟ يعني ما هو ده بقى، دي مش قصتنا، انا ماليش دعوه. الناس بتقول لك هو نادي الاهلي معاه ايه؟ ما هو القصه كلها. صح كلامك. انا سمعت فعلا في رسائل واتساب اللي انت بتقوله فعلا، وتسجيلات. رسائل واتساب الاهلي معتمد عليها ان تمام. الكلام في ايه؟ كلام في هذا القبيل. طيب يا عامر، الزمالك النهارده بعد 24 ساعه من تصريحات باشمهندس ياسر ادريس، اللي كان في تصريح استوقف الناس في الزمالك، اللي هو ايه؟ اللي هو قال الاهلي قدم امبارح مستندات جديده. الاهلي قدم مستندات اللي انا بقول لك عليها، التسجيلات اللي انا بقول لك عليها. طيب خليني معاك يا هاني، اخد عامر عشان اخلص معاه، لان عايزك في موضوع زيزو، لان الموضوع تطور بشكل كبير جدا. والنهارده كان في تويته يعني من المهندس ممدوح عباس، عايزين نعرف التفاصيل اكتر. لكن عامر، الوضع الاخير دلوقتي لما يحدث بشأن مباراة القمة واعطاء اللجنة الاولمبية مهلة اسبوع لاتحاد الكرة ورابطة الاندية. تمام. هم المفروض هيشوفوا مستندات الاهلي دي، هيتم ارسالها ليهم. موقف الزمالك النهارده، لو هو ارسل النهارده لازم يتبعت للنادي الاهلي، ولو اللجنه الاولمبيه هتضمه كطرف هيبان، ولازم يتبعت للاطراف الاخرى. لو هو اللجنه الاولمبيه هتدخله